الأهلي المصري وشبيبة القبائل الجزائري فريقان عريقان في كرة القدم الإفريقي. تاريخهما حافل بالمواجهات القوية والمثيرة، خاصة في بطولات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. يتسم اللقاء بينهما دائما بالندية والتنافس الشديد، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة في بلديهما وفي القارة السمراء. فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة، بينما توج شبيبة القبائل باللقب مرتين. آخر مواجهة جمعتهما كانت في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وشهدت فوز الأهلي ذهابا وإيابا. الفريقان يمتلكان قاعدة جماهيرية واسعة تتطلع دائما إلى تحقيق الفوز والتتويج بالألقاب. تاريخيا تقابل الفريقان في مناسبات عدة، وغالبا ما تكون المباريات بينهما حاسمة ومؤثرة في مشوار الفريقين في البطولات المختلفة. في موسم 2022-23 تفوق الأهلي على شبيبة القبائل في كلتا المباراتين بنتيجة كبيرة. فاز الأهلي في مباراة الذهاب في القاهرة ب3 أهداف نظيفة، ثم كرر فوزه في مباراة الإياب في الجزائر ب4 أهداف مقابل هدف واحد. بهذا يكون الأهلي قد حقق فوزا ساحقا على شبيبة القبائل في هذا الموسم، وأكد تفوقه عليه في المواجهات الأخيرة. النتيجة الإجمالية للمباراتين كانت 7 أهداف مقابل هدف واحد لصالح الأهلي.